السلام عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البسطيله بدون ورق، كتجي لذيذه، مكوناتها رخيصه وكذلك بسيطه. غندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. غنبداو على بركه الله. غتحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي هنا 2 المعالق ديال زيت نباتيه، نصف ملعقه ديال خميره الحلويات، عندي ملعقه كبيره ديال الخل، غنضيف القليل من الملح، نصف ملعقه صغيره، ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات. غادي خديت بول، غادي نعجن في العجانه. ممكن تعجنوا بيديكم، ما كاين حتى شي فرق. غادي هنا نضيف الماء بارد ما يكونش دافي، وغنبقى نعجن في العجين ديالي. الماء ديال الصنبور غتبقاو تضيفوا الماء بالتدريج حتى تحصلوا على واحد العجين بحال ديال المسمن. هنايا انا غادي نحاول نوريكم القوام ديالها. هاد العجين كيكون مطاطي كيف ما قلت لكم، رطب، ما يكونش قاصح وفي نفس الوقت ما يكونش جاري بحال العجينه ديال السفنج. هنا غادي نوضع العجينه فوق الطاوله ديال العمل، وغادي كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم القوام ديالها. عجينه البنات رطبه وزوينه. هنا خديت القليل من الزيت النباتيه. غادي نبدا نقسم العجين ديالنا كويرات. انا هنايا غادي نقسم 8 ديال الكويرات. كيف ما كتشوفوا من بعد ما قسمت العجين ديال 8 ديال الكويرات، غندهنهم بالقليل من الزيت النباتيه، وغادي نخليهم من ساعه حتى لساعتين. كل ما خليناهم اكثر كل ما كنحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. غندوزو دابا نحضروا الحشوه. انا هنا احتاجيت 2 ديال البصلات اللي طحنتهم في الطحانه الكهربائيه، عندي كورنيشون كذلك طحنته، عندي نصف حامضه مصيره اللي طحنتها، عندي كاس الا ربع ديال الزيتون الخضر، وعندي ملعقه كبيره ديال البقدونس او المعدنوس. هنا عندي زيت نباتي، زيت زيتون عفوا، وعندي ملعقه كبيره ديال الزبده. ممكن تستغنوا عليها، غير هو حاولوا تستعملوها، راه ما كتبانش كتعطي واحد البنه زوينه. هنا غادي نوضعهم فوق نار اللي متوسطه، وغادي نبقى نحرك المكونات كلها. الا ما عندكمش طحانه كهربائيه حاولوا تقطعوا المكونات ديالكم رقيقه بالموس. هنا غادي نبقى كيف ما قلت لكم نحرك حتى يدبل لنا المكونات. غنضيف هنا الكفته ديال الدجاج. الا عندكم صدر حاولوا ديال الدجاج حاولوا تطحنوه في الطحانه الكهربائيه وتستعملوه كذلك. وغادي نبقى نفرتت في هذه الكفته هذه، وحنا ديما كنحركوا على نار اللي تكون متوسطه. من بعد غنبدا نضيف في التوابل. بالنسبه للتوابل انا هنا ضفت بابريكا، التحميره، وغنضيف كذلك الفلفل اسود الابزار، والقليل من بودره الثوم. الا ما كانش متوفر عندكم حاولوا تاخذوا الفصوصه ديال الثوم وحكوهم في الحكاكه رقيقه. القليل من الملح على حسب الذوق، وديما نتوما كتحركوا حتى طيب لكم المكونات كلها. هنا من بعد ما طابت لنا المكونات غنضيف هنا 2 العلاب ديال الطون ديال المطيشه. ما تستغربوش، بالعكس راه كتعطي واحد اللذه رائعه لهاد الحشوه هذه. حنا الا ما توفرش عندنا السمك بان حكم انه كيكون غالي بعض المرات، فحنا غنعوضوا بهاد الحشوه هذه اللي كتجي بنينه. نتمنى انكم تجربوها. وغادي نبقى ندخلوا في هاد العناصر هذه الحشوه هذه حتى
كطيب لينا. من بعد كيف ما كتشوفوا انا هنايا خليتها حتى دفات وضفت ليها شعريه الارز اللي خليتها حتى طابت ليا في الماء، قطعتها بالمقص. غادي ندمجها مع هاد الحشوه هذه. غنضيف كذلك الجبن المبشور اللي عندكم، توفر عندكم ايدام او موتزاريلا، وغادي نوضع الحشوه على الجنب. غنخليها حتى تبرد لينا عاد باش غادي نبدا يعني نستعملها. غادي نبدا دابا نسرح في العجين ديالي. كل كويره غندهنها بقليل من الزيت النباتيه، وغادي نبقى نرقق في هاد العجينه هذه اللي حتى تقريبا يولي يبان لنا سطح العمل. ديما حنا هنا كنستعانوا بالزيت. غادي نحتاجو كذلك الزبده مذوبه. انا غادي نوضح لكم في الفيديو كيفاش غادي نبدا نرش ملي غادي نوضعها في المول. هنا احتاجيت المول ديال الزاج على هذا الشكل هذا، ممكن تستعملوا اي مول متوفر عندكم استعملوه. غادي نوضع هنا العجين ديالي اللي رققته، غنوضعها في هذا المول هذه. وحنا ديما كنجبدو في العجين ديالنا كيف ما كتشوفوا. غادي دابا نبدا ندهن في الزبده اللي كيف ما قلت لكم ذوبناها، نوضعوها على جنب. هنا غنستعمل كل في الطبقه الاولى 4 ديال المسمنات. غادي نقسم هذا العجين 4 في 4 كنظن انني وضحت لكم. وغادي نوضع الحشوه اللي كيف ما قلت لكم سبق حضرتها وخليتها حتى بردات. غادي نوضعها فوق من العجين ديالي باش ما يتقطعش لينا. هاد الحشوه راه كتجي بنينه، نتمنى انكم تجربوها كيف ما قلت لكم. وغادي نبدا. انا حاولت نختصر الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نبدا نجبد في الاطراف ديال العجين ديالي، نحاول نضعهم في الوسط كيف ما كتشوفوا. وديما حنا كندهنوا بشويه ديال الزبده مذوبه، نجمعوهم كذلك كيف ما قلت لكم في الوسط باش ما يجيناش هاد المسمنه معجنه، او عفوا هاد البسطيله معجنه. ونبقاو نقادو فيها كيف ما كتشوفوا. ونوضعوها على جنب. وغادي ناخذوا 4 الكويرات اللي خليناهم كيف ما قلت لكم. 4 الكويرات غيكونوا في الاول، وملي نوضعوا الحشوه نزيدوا من فوق منهم 4 ديال الكويرات ديال العجين ديالنا. هنا كيف ما غنبدا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نوضع في العجين على هذا الشكل هذا. وديما حنا كنحاولوا نرقوا كيف ما قلت لكم. بالنسبه للحشوه حاولوا تضيفوا ملعقه ديال الطماطم. انا نسيت ما ذكرتهاش لكم، كتعطي واحد اللذه. كانت تقطعت ليا كانت طفات ليا الكاميرا. حاولوا كيف ما قلت لكم توضعوا ملعقه ديال مركز الطماطم. هنا او ما طيش الحك. هنا غادي ناخذ طبق وغادي نقلب فيه هذيك البسطيله اللي حضرتها كيف ما كتشوفوا. غنستعين بطبق. العمليه سهله وبسيطه. وديما حنا كيف ما قلت لكم الاطراف ديال العجين ديما كنحاولوا نجبدوهم. هنا غادي نزول هذا المول هذا كيف ما كتشوفوا. حاولوا تاخذوا معاه الخاطر. وغادي نجمعهم باش نوضعهم في الطبق اللي كيدخل الفران. انا هنا غادي ناخذ المقلاة عندنا كتدخل الفران. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت لينا هاد البسطيله هذه وضعت من فوق منها الجبن ديال موتزاريلا. هنايا زين كيبقى اختياري. انا كان متوفر عندي، ممكن تضيفوا حتى ديال الادام. خديت كذلك الحامض
اللي رققته على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطياب انا هنا ما ذكرتش لكم الطياب، غتكون شعلتوا الفران من قبل على درجه الحراره 180 من التحت حتى تبدا تحمر لكم، وترجعوا تشعلوا الفران من الفوق. وكل سيده كتعرف الفران ديالها. انا كيف ما كيوضح لكم الفيديو، خديت الحامض اللي قطعته رقيق دوائر، وبديت كنزين فيها البسطيله ديالي كيف ما كتشوفوا. خديت كذلك الورق ديال المعدنوس وبديت كنوضعو من فوق. هذا كيبقى كيف ما قلت لكم من باب الزين. ديما حنا كنقادو فيها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، اللي فعلا اكثر من رائعه وكتستحق منكم التجربه. كيف ما كتشوفوا لذيذه. خليتكم في امان الله، مع السلامه.